مصر لم تكن دولة عربية. اسمها الأصلي كيميت، أي الأرض السوداء، رمز الخصوبة والحياة منذ أكثر من 7000 عام. أسسها مينا نارمر كأول دولة موحدة في تاريخ البشرية سنة 3100 قبل الميلاد، أي قبل ظهور أي كيان عربي بنحو 4000 عام. كانت لغة المصريين القدماء الهيروغليفية، ثم تطورت إلى القبطية، وبعد الفتح الإسلامي سنة 641 بقيادة عمرو بن العاص أصبحت العربية لغة الدولة تدريجيا. وفي طيبة بنيت أقدم جامعة في العالم لتعليم طب والهندسة والفلك قبل أن يعرف العالم معنى الجامعة ب3000 عام. مصر ليست عربية الأصل، بل هي مزيج من الفراعنة والنوبيين واليونان والرومان والعرب والأفارقة، ولكنها ظلت بهوية واحدة، هوية كيميت، الأرض التي علمت البشرية معنى الحضارة.